أعمل إيه بقى في الجو الحر ده؟ طبعًا إحنا بنمُر بموجة حارة صعبة جدًا اليومين دول، محتاجين بقى حاجة كده ساقعة وتكون منعشة في الجو ده. تعالوا بقى نعمل مع بعض أحلى آيس كريم بالفواكه اللي قدامي دي. هنا بقى معانا أناناس ومعانا موز ومعانا خوخ. أنا بصراحة الخوخ ده طلع عندي يعني حادق شوية، فالبنات ما كانوش حابين ياكلوه، فقُلت بالمرّة أعمله بقى نستفيد بيه في أي وصفة تانية. هنا الأناناس بتاعنا هننضفه بس كده من بطنه، ونقطّع بقى الفاكهة بتاعتنا. إحنا مش هناخد كل ده طبعًا، إحنا خدنا منهم كميات بس بسيطة كده، وهنعمل بيها أحلى وألذ آيس كريم هتاكلوه. ونحطهم بقى طبعًا في أكياس، وطبعًا هندخّلهم الفريزر شوية لحد ما يجمدوا بقى كده، ونطلّعهم تاني بعد ساعة بعد ساعتين حسب ما يجمدوا بقى. نرجع بقى كده خلاص الموز بتاعنا جمد والفاكهة بتاعتنا خلاص جمدت، هنحطها في الكبة ونحط طبعًا معلقة كاكاو على الموز، عشان الموز بيتأكسد مع ولونه بيتغيّر، فإحنا ضفنا عليه معلقة كاكاو تدّي له طعم وما تخلّيش لونه يتغيّر. وطبعًا هنا بقى إحنا هنضيف عليه كمان الخوخ. أنا مش هاعمل الموز لوحده، أنا هاضيف عليه الخوخ، وطبعًا شوية لبن ينعّموا القوام معايا ويسهّلوه بالضبط ويسهّلوه شوية على الكبة عشان ينعم معايا أوي. بس كده خلاص نضيف معلقتين سكر بس، عشان طبعًا زي ما قُلت لكم إن الخوخ ما كانش أحسن حاجة، يعني كان شكله حلو وكده بس ما كانش مسكّر أوي. فهنا بقى كده خلاص وصلنا للقوام اللي إحنا عايزينه ده الناعم ده. هنشوف بقى هنكمّل إزاي. هنسيبه بقى كده نركنه على جنب، وننزل بكوباية لبن تكون ساقعة، لإن ما كانش فيها قطع تلج يعني، ومعلقتين سكر، ونضربه ونضيف عليها كيس الكريم شانتي بتاعنا. نضربه بقى جامد كده بالمضرب الكهربائي لحد إيه، بالمضرب لحد ما يدّينا القوام الناعم ده والكمية تتضاعف معانا. شايفين بقى القوام ده هو ده اللي إحنا عايزينه، مش يعني مش أقل من كده في القوام عشان ما يفُكِّش معانا تاني. كده القوام رابط معانا كويس وسمكه حلو كده. هنا بقى هنضيف عليه الخليط بتاع الموز والكاكاو والخوخ، هنضيفهم عليه برضه ونضربهم تاني بتاع الهاند بلندر أو بالمضرب الكهربائي لحد ما يتجانسوا كده مع بعض ويدونا اللون الحلو ده اللي إحنا هنشوفه دلوقتي. كده بقى كده خلاص. طبعًا والله ما قادرة أوصف لكم الطعم تحفة والطريقة سهلة جدًا، وطبعًا بأي فاكهة موجودة في البيت. هنا بقى كده خلاص خلّصنا الموز، هندخل بقى على الأناناس بتاعنا. هنضيف معلقتين سكر، ممكن ما تضيفيش خالص لو الفاكهة اللي عندِك فيها كمية سكريات كفاية، مش محتاجة. ضفنا معلقتين سكر ونضربهم بقى كويس في الكبة لحد القوام بتاعهم ينعم. طبعًا الكبة بتاعتي ما شاء الله كبيرة، فما كانتش منعمة القوام أوي، فأنا اضطريت أضيف لبن عشان القوام ينعم معايا زيادة. لإن ما شاء الله محتاجة كمية أكبر عشان يبان فيها، بس عادي هو كده حلو وجميل برضه، يعني عادي هو كده مش ناعم أوي، بس عادي أنا بصراحة ما عنديش هاند بلندر، فأنا خلاص استكفيت بالقوام ده على كده. وأضيف بقى بقية الكريم شانتيه. أنا كنت ضربت الكريم شانتيه كله وقسمته نصين، نص ضفته على الموز والنص التاني ضفته على الأناناس، وكده خلاص هنصبه في القوالب بتاعتنا بقى. طبعًا الطعم تحفة لإن الناس بطبعه منعش جدًا في الجو ده. وهنا كده بقى خلاص دول كانوا علبتين فاضوا، يعني الكمية اللي فاضت حطيتها في علبتين الولاد كلوهم واحنا واقفين كده من غير ما يتحطوا في التلاجة والله، لأن هم كانوا ساقعين وحلوين أصلًا. وهنا بعد ما اتحطوا حوالي ساعتين أو 3 ساعات في التلاجة لحد القوام ما جمد كده ومسك نفسه وبقى بيتعامل معانا بالشكل اتقطع معانا بالشكل ده. طبعًا ولا أحلى ولا أسهل حاجة تاكلوها حلوة في الجو الصعب ده، لإن الجو بصراحة اليومين دول ربنا يعديهم على خير. طبعًا آيس كريم منعش وسهل ولذيذ، وطبعًا وكل موفراته يعني كل مكوناته متوفرة عندنا في البيت، بأي نوع فاكهة موجود عندِك هتعمليه ويبقى حاجة يعني أنتِ ضامناها. ولو وصلتوا لحد هنا من الفيديو ما تنسوش تعملي لايك وشير ومتابعة للقناة، وأشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة وأكلة جديدة. باي باي.